مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيكي الصعيد. في فيديو النهاردة لملاكي العربيات الفان الN 300. في خطأ فني بيعمله بتاع الليداتيرات. لما تكون حابب تنظف الليداتير او تغير الليداتير بتاع الليداتيرات، بيفك الستارة عشان خاطر يطلع الليداتير. طبعا لو انت عرضت العربية دي للبيع، اول حاجة هيقول لك ان المسامير دي اتفكت. هتقول له ده انا فكيتها عشان خاطر الليداتير اسلكه او انضف الليداتير او اغير الليداتير. يقول لك ما اعرفش الكلام ده. على فكرة اللهجة دي لهجة المعارض وتجار السيارات. لا يا باشا، الستارة دي محلولة. انا ماليش دعوة انت حليت الستارة عشان خاطر تغير ليداتير تسلك ليداتير، ماليش فيه. الستارة دي قدامي محلولة. يبقى الستارة دي يا اما مغيرة يا اما العربية مسطوطة من قدام. ده اللي هيقوله لك. حرام انا مسمار مصنع نازل من بلده اجي انا افكه عشان خاطر اطلع ليداتير. على فكرة الكلام ده مش صح. هتقول لي اطلع الليداتير ازاي؟ اقول لك الليداتير يا باشا دول اللي ماسكينه، بس ما تجيش جنبهم، ما تفكهمش زي ما هم. تحل كل الخراطيم الكواع، وتحل يا اما تحل الضفيره بتاعت المراوح وتطلع الليداتير بالمراوح بتاعته، يا اما لو عندك الضفيره فيها مشكله في المراوح وفيها وصلات منع انك انت تعكس الاسلاك وتشغل المراوح عكس، تحل المراوح من الليداتير وتخلي الليداتير فاضي من المراوح ومن الكواع، والليداتير يتحل من تحت. تمام. الكاميرا دي شايله الليداتير. الكاميرا دي ادي مسمارين اسف، ادي مسمارين وادي مسمارين. وفي نفس الوقت مع الكاميرا دي بيبقى راكب الاكسدام. هتفك المسامير وينزل الليداتير. كل اللي هتعمله عشان الليداتير طويل وهيصك في الارض، هترفع العربيه بكريك كبير. وانا هوريك دلوقتي انا لما بحل الليداتير واطلعه من العربيه. زي ما حضرتك شايف حلت الكاميرا انا وخليتها على مسمار ولفتها ونزل معايا الليداتير مدفول 14. اما بالنسبه للسربنتينه بتاعت التكييف فهي زي ما هي زي ما هي ماسكه في المواسير بتاعتها، صعب انها تنزل. اما بالنسبه للجافيزين دول فهم اخرهم تنزل فيهم الجلديتين كبس ويبقوا ساندين الليداتير، ما يخلوش الليداتير يروح ناحيه صدر العربيه. اصور لك ازاي انا ركبته. بص ادي الليداتير طلع اهو. هنركب الليداتير الجديد عشان الليداتير ده كله جاب ميه كله من تحت. تمام. يا ريت الفيديو ده اكون قدرت اوصلك معلومه. يا ريت ما تخليش اي بني ادم يحل الستاره، سواء بتاع الليداتيرات او كهربائي عشان يحط كليبس ارضي. يا ريت ما تجيش جنب مسامير الستاره. ويا ريت يعني نرتقي شويه، بلاش عك في الشغل. يعني تسامحوني في الكلام اللي انا بقوله ده. معظم الصناعيه بتحب تعك، فيا ريت الحاجه اللي على وضعها يا ريت ما نعكش فيها. هتقول لي الزبون عايز كده؟ لا، مفيش صنايعي دماغه بتشتغل مع الزبون. لو الزبون على صح كان الزبون عملها هو وما جاش لحضرتك انت كصنايعي. تمام.